حديقة الهضبة الخضراء في سيدي مومن. هنا فين كان زبالة مليكان في حي سيدي مومن في القرن الماضي. كانوا الناس بزاف كيجمعوا النفايات وازبال الجنود الامريكيين اللي كانوا في القاعده العسكريه لمطار محمد خامس. وهذا المطرح النفايات كان عشوائي فيه الحشرات والقوارض والاكياس البلاستيكيه. هادشي اثر على صحه وراحه الساكنه في هذا الحي. في سنة 1980 تم إغلاق هذا المطرح حيث تعمر بزاف بالأزبال وتحول لمرتع البعارة والشمكارة. في سنة 2014-2015 تم إعادة تأهيل هذا المطرح العشوائي من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. في سنة 2023 بعد دراسة تقنية وبيئية جد مركزة قام جماعة الدار البيضاء بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتحويل هذا المطرح النفايات إلى حديقة وفضاء ترفيهي وتربوي ومنتزه بيئي. حديقة الهضبة الخضراء لسيدي مومن جات حدا أحياء حي مولاي رشيد والتشارك كيف كتشوفوا في الصورة. هذا هو مدخل الحديقة الهضبة الخضراء. جات تبارك الله الفوق كاين حتى مسالك ذوي الاحتياجات الخاصة يقدروا يطلعوا من تحت للفوق، وكاين دروج الدرج اللي كيطلع الفوق، وكاين هذا المسلك ديال المشاة. تبارك الله حديقة بمواصفات عالية. هادو تيرانات ديال القرب، ملاعب القرب بالعشب الاصطناعي، نتمناو يكونوا بالمجان للشباب، يتفتحوا في وجه العموم بالمجان. حديقة ذات نظام سقي متقدم ايكولوجي، فيها نباتات واشجار من مختلف الانواع. هذه الحديقة فيها شي 425 شجرة من 30 نوع مختلف، كتلعب دور كبير في الحفاظ على البيئة والمنظر ديال الحديقة. تبارك الله الحديقة راه كبيرة بزاف، جات فوق الهضبة كيف كتشوفوا، شي اللي سماو الهضبة. تقدر تشوف البحر ديال عين السباع من الفوق. حديقة رائعة، منظر بانورامي. تصميم دقيق لمختلف المرافق الضرورية. مطرح النفايات منها ما هو عضوي ومنها ما هو قابل للتدوير. هنا خاص الساكنة والناس ويدخلوا جمعيات يوعيوا الزوار ديال الحديقة بكيفية الحفاظ على هذه الحديقة الجميلة. فيها مرافق بزاف خدمات. دابا نشوفوا كل واحد على حدة. 12 هكتار من المشي والاسترخاء والرياضة في قلب منطقة سيدي مومن، استجابة بيئية واستراتيجية. شو الكراسة تبارك الله راه بزاف كاينين، مختلف النباتات. وهنا في فضاء ديال الكرة الحديدية، فضاء زوين ديال الكرة الحديدية يلعبوا الناس الكبار والشباب. قال لي نتو فين يجلسوا. صراحة سيدي مومن في تقدم مستمر. يا شباب شو البحر ديال السعيد السبع كان الجو صافي، يبان لنا البحر. اليوم كان الجو غائم، كان الشتاء الحمد لله في الدار البيضاء. حديقة رائعة، الناس كيديروا الرياضة. هذا فضاء المطالعة، فضاء المطالعة والاسترخاء. كراسة بحال الشكل ديال رولاكس كتقرا فيهم. وهنا كتجلس انسان كيجلس ويقرا الكتب. كاين بزاف المرافق تبارك الله. الحديقة متيسعة.
هادو العاب ديال الاطفال. كاين هنايا الالعاب الاطفال، كاين الالعاب الاطفال الصغار، العاب متنوعه. هنا قريه ديال الاطفال للتعلم من 6 سنوات الى 12 سنه. كيديروا لهم ورشات تعليميه، في هاد الاقسام، ورشات تعليميه في هاد الاقسام. هنا فضاء خاص بالعائلات، تقدر تجيب الماكله ديالك. حافظوا غير على النظافه، النظافه هي مهمه. هذا المسرح الهواء الطلق، هذه فكره زوينه ورائعه. مسرح هواء الطلق للمبتدئين والطلبه، يخرجوا الابداعات ديالهم في الهواء الطلق. يتكون من 3 مدرجات. مسرح زوين صراحه. نشكر جماعة الدار البيضاء. هذا ملعب متعدد الرياضات، من غير تقول الملعبين اللي شفنا. هذا ملعب اخر ديال الباسكت ولا الميني فوت ولا الهوند. هذا فضاء تزلج او تزلج. صحاب السكي، صحاب ترونتينات، خاصكم غير تاخذوا الاحتياطات الواجبه. مضمار رائع، مختلف الهوايات. ولا بلاصه الشحن الهاتف، بلاصه ديال التليفونات. خاصها الجردة كلشي يحافظ عليها. كنشكرو كازا بيئة، ونشكرو الامن. وهذا في فضاء اللياقه البدنيه.